اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو. انتم معنا على قناه تنسق. اذا غادي نحاول نتواصل معكم يعني من هذا المكان الرائع. نتمنى ان ينال اعجابكم، يعني نتمنى ان يكون حتى يعني مستوى الصوت مسموع جدا، ويكون كذلك وتكون الصورة عفوا واضحة. إذا كما قرأتم في العنوان، فسبق لي وطرحت مشكل، وطرحت كذلك يعني قضية ابن سعيد شنقريحة، ابن الجنرال الأول، الكورن الأول في الجزائر عفوا، في الولاية الفرنسية في شمال إفريقيا. أنه قد قدم بملتمس من أجل طلب الجنسية الفرنسية، نظرا لعقده القران مع مواطن فرنسي الذي تزوج به، يعني وكان يعني ابن شنقريحة هكذا. قدم هذا من أجل حماية نفسه، لأنه أبوه مهدد، يعني سيكون ضحية ضحية صراع الأجنحة التي يعني تلوح في الأفق، من أجل يعني في أفق تصفيات الجنرالات، وكذلك يعني ثورة اندلاع ثورة الجياع التي يعني في المرتقب أن تكون يعني في الأشهر القادمة في الجزائر. إذا سقوط أبيه سوف يعني يقضي عليه، وسوف يكون يعني سوف يطالبونه بالعودة إلى الجزائر. وهو الآن يقيم في فرنسا لغرض يعني تعليمي. ذهب إلى هناك كي يكمل دراسته، لكن لم يتوفق فيها، وبقي يعني يكرر السنوات في الجامعات الفرنسية. إذا بعد ذلك قرر يعني التخلي عن الدراسة، ثم تزوج مثله يعني آه، في فرنسا من مواطن فرنسي، أو ما يسمى ب gays marriage. إذا فعقد معه القران وطلب الجنسية. إذا هذه يعني من هنا يعني نستخلص العقلية التي يعيشون فيها. وهو يعي جيدا أن يعني الطاغوت يوجد في الجزائر، ويحاولون الهروب منه رغم أنه ابن الفريق الأول سعيد شنقريحة. إذا فالجزائر كلها ظلمات، الجزائر كلها معاناة، الجزائر كلها تصفيات، الجزائر كلها دماء دماء يعني. وثم يكذبون على الشعب ويقولون أن المباراة سوف تعاد، والكل يعني من مجموعة يعني من الأسطوانات، مجموعة من المسرحيات التي يتم تمثيلها، والمبردع يعني يثق في ذلك. إذا مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، وأشكركم، شكرا لكم.